السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه شهوات رمزي. كما كتشوفوا غادي نحاول نبعدكم شويه على الكوزينه وعلى الشهوات. غادي نعرفكم على واحد المحل اللي كيتواجد في مدينه تيفلت. اللي ما شافش هذا المحل وقريبه ليه مدينه تيفلت يحاول يجي، لان هذا المحل صراحه يستحق يتشاف، لان انا بعدا عجبني بزاف، حيت كبير ما شاء الله، وكاع الحاجه اللي بغيتو او اللي غطيح لكم على البال غادي تلقاوها ان شاء الله هنايا في هذا المحل. بما انني انا مشيت عند الوالده في هاد العواشر، يعني عيد الفطر، وقلت نتقاسم معكم هذا المحل هذا لان الصراحه عجبني بزاف. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء لتعم الفائده. وما تنسوش تنضموا للقناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وكذلك ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه اللي كتحفزني وكتخليني نكمل في هذا المحتوى. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بلا ما نطول عليكم، كما كتشوفوا هذه هي الدخيله. هنايا حاطين كاع الحاجه اللي عندها علاقه مع التغذيه، يعني في الدخيله كما كتشوفوا. غادي نحاول نوريكم بلاصه ديال المعينات، وحتى البلاصه اللي عندها علاقه مع البلاستيك، ابتداء من 5 دراهم. هادشي علاش قلت لكم اي حاجه طيح لكم في بالكم غادي تلقاوها في هذا المحل. يعني هذا المحل هذا اولا هاد تخفيضات اسطنبول فيه كل شيء، ما غاديش تحتاجوا تمشيو لشي متجر اخر او لا. يعني هذا غادي تقداو ان شاء الله كل شيء. هذا المحل هذا الله تحل، يعني تقريبا عنده واحد شهرين، اول مره انا كنشوفه، وبغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو باش تجيو ديروا واحد الدويره فيه. انا كنحاول نوريكم هنايا. هنا كما كتشوفوا المقالي، صراحه المقالي عجبوني بزاف. كاين المقالي اللي ديال الطيفال، وكاين ديال الجرانيت معروف. هاد الشبيكه هذه ديال الخبز حتى هي رائعه وغزاله. وهنا بالنسبه لهاد المقالي هادو الثمن ديالهم غير ب55 درهم. انا كنحاول نوريكم هنا التيكيت، بالحق ما كيبانش في الكاميرا. مقالي رخاص صراحه وزوينين، ما كيلصقوا ما والو، لان خداتهم الوالده وخداتهم اختي وصدقوا ليها الصراحه. المهم غادي نحاول نضرب بكم دويره هنا في هذا المحل، واخا الفيديو غيجي طويل، ولكن راه المحل كبير تبارك الله ما شاء الله، ومازال راه كنت كنختصر باش ما يجيش الفيديو طويل وممل. بغيت نعرفكم على هذا المحل. بالنسبه لهاد المقالي هادو الثمن ديالهم 130 درهم. والبنات باش عجبوني انا هاد المقالي فيهم جميع الالوان، يعني كاع اللون اللي عندكم في الكوزينه غادي تحاولوا تاخذوه في اللون ديال المقله. اكيد غادي تلقاوه كما كتشوفوا هنايا اللون الكري، وكاين لموطار كرونا بيج. المهم كاع اللون اللي غادي تبغيو في المقله غادي تلقاوه في هذه المقله هذه. هادو كما قلت لكم 55 درهم، زوينين الصراحه، كيصدقوا في بغرين مزيانين، وحتى في لي كريب، والثمن مناسب، يعني لا غلا على مسكين. انا غادي نبعدكم شويه على المقالي، وغادي نعرفكم على هاد الكسرونات المعروفين صراحه. هادو زوينين وتقال وكيصبروا واحد المده طويله. هنا كما كتشوفوا الكيسان وهاد الطبيصلات هادو، صراحه هاد الطبيصلات حتى هما زوينين. انا عندي هاد النوع هذا صراحه، صبروا معايا. شي 25 درهم للتبصيل.
كنحاول نوريكم التيكيت، ولكن التيكيت مع الكاميرا ما كتبانش. وهذه حتى هي ديال الحلوى اولا الفاكهه، حتى هي راه كتجي زوينه في الحطه. بانيني، هذه بانيني على شكل شوايه، ممكن ديروها بانيني اولا ممكن تطلقوها كامله وتديروها على شكل شوايه، حتى هي كتجي زوينه. هادو القريعات ديال الحامض ديال الفلفله ممكن ترقدوها فيهم. كيسان اللي كيجيو رائعين حتى هما في الحطه ديال العصير اولا التحليه. وكما كتشوفوا هادو غزالين صراحه ديال الدجاج، فنين حتى هما في الحطه كيجيو زوينين. ديروا فيهم الزبده، الكونفيتير، الزيتون. وهاد العلاقه هذه ديال المغارف اولا هذه منظمه كتنظم لكم هاد المغيرفات هادو. ممكن ديروا مغير فوق البوطاجي كيجيو زوينين وكيجيو منظمين. هنا كما كتشوفوا قريعات لتحت. هنا العصارات ديال القهوه بجوج انواع ديالهم، وهنا لتحت ليمون من الصغير حتى الكبير. المهم انا كنحاول نوريكم غير هذا المحل تبارك الله ما شاء الله اشنو فيه. يعني كاع اللي بغيتي تاخدي يعني عنده علاقه مع الكوزينه غادي تلقايه هنايا. هاد الطويجين هذا صراحه غزال، القاع ديالو ديال الجرانيت هو واعر، ما كيلصق ما والو. هاد النوعيه هادي راه معروفه. وهنا كما كتشوفوا انا كيسان الفوق. هنا الطرموسات ديال اولا ديك العصاره ديال القهوه. وهنا البرامي، حتى هاد النوعيه ديال البرامي حتى هما زوينين. هنا الثمن ما باينش. المهم انا كنحاول نعرفكم على المعينات اللي في هذا المحل، باش ان شاء الله اللي بغى تزور هذا المحل هذا راه معروف. انا غادي نخليكم تكتشفوا معايا هذا المحل وتكتشفوا حتى المعينات اللي فيه، يعني جميع اللوازم اللي كتحتاجوا غادي تلقاوه في هذا المحل هذا. يعني ما بغيتش نكثر عليكم انا الهضره. بالنسبه للنعت ديال هذا المحل اللي جاي من الرباط، يعني الدخله ديال تيفلت المعروفه عندنا، هذاك الشارع الكبير اللي كيدي الخميسات وكيدي لهذا المكناس. المهم في الدخله ديال تيفلت غيبان لكم واحد الجامع ديال 40. غتبقاو هابطين مع داك الشارع الكبير وغتوصلوا البلديه حداها واحد الفيروج، غدوروا على اليمين وغتبقاو غاديين مع داك الشارع اللي درتو عليه على اليمين. وغيبان لكم هذا المحل هذا الاسم ديالو اسطنبول، راه معروف حي مبروكه. نتمنى ان شاء الله تجيو تزوروا هذا المحل هذا، راه فيه صراحه ما يتشاف وفيه جميع اللوازم اللي غادي تحتاجوا. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا معايا هذا المحل هذا. غادي نحاول نوري الناس اللي غادي يجيو من مكناس ومن خميسات بالنسبه للنعت ديال هذا المحل هذا. الدخله ديال تيفلت غدوزوا على المدينه وغتبان لكم واحد الرومبا تما، ما غدوروا لا على اليمين لا على اليسار، غتبقاو قابطين داك الشارع الكبير اللي غيديكم للرباط. المهم غتبقاو غاديين مع داك الشارع غتبان لكم واحد البلديه. كاين واحد الفيروج تما. الناس اللي جايين من كناس ومن خميسات غيدوروا على اليسار، يعني النعت ديال الناس اللي جايين من سلا ومن الرباط غيدوروا على اليمين، والناس اللي جايين من مكناس وخميسات غيدوروا على داك الفيروج اللي جهه البلديه. كما قلت لكم غتدوروا على اليسار وغتبقاو جايين مع داك الشارع. الزنقه الاولى لا والثانيه كاين فيها هاد المتجر هذا اولا هاد المحل اللي باين النعت ديالو، غير السميه راه كاينه في البدايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديال النعت مزيان وحاولت نوصل لكم الفكره. المهم كما قلت لكم بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم تكتشفوا معايا هذا المحل، حيت مازال الطبقه الفوقانيه وعاد الطبقه التحتانيه كاين لاكاب فيه كاع الحاجه اللي كتعلق بالميكا، يعني ابتداء من 5 دراهم
نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما العاده ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق الزوينه اللي كتفرحني، وكما قلت لكم كتخليني نزيد نعطيكم المزيد من الفيديوهات، الوصفات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا التغيير هذا اللي درت في القناه، ونخليكم مع الفيديو. مع السلامه.
شدي يا صوفيا. علاش لا بابا المهم شوفي هذه.
هذيك الفتيه ديال البيبان على قد مريم وانا اللي كتحسن والله يجيو كتقولي بحال قدرها بعمل ديالها